السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بيكم في مطبخ ست الكل. تعالوا نعمل محشي ورق عنب باللحمة الضاني. تعالوا نشوف هنحط اللحمة الضاني ازاي في الورق العنب ونعمل لها طعم تحفة. معايا هنا قطعة موزة ضاني، هنقطعها كده زي ما احنا شايفين. بعد ما قطعتها هنجيب معانا طاسة، نخليها تسخن على النار. هنضيف معلقة سمنة كبيرة، سمنة بلدي، وهنضيف قطع اللحمة اللي احنا قطعناها. هنضيف عليها حبة هان باودر، ملح، فلفل اسود، فص مستكة، حبهان، ورق لورا، بصلاية. كل المكونات اللي بنحطها للشوربة هنحطها هنا، وهنخليها تاخد صدمة، وهنقلبها زي ما احنا شايفين كده، وهنسيبها تتشوح لمدة كام دقيقة كده لغاية ما تاخد معانا لون. بعد كده هنكون مجهزين مية مغلية، هنضيف عليها مية. طبعا المية مش كتير، احنا بس عايزينها مية تغلي معاها غلوتين كده، اهو تبقى خدت الصدمة وخدت جزء من السوا. هنسيبها تغلي مع بعض، هنغطيها وهنسيبها تستوي شوية. معايا هنا ورق عنب انا لفاه جاهز. انا اهم حاجه معايا النهارده عايزين نشوف هنحط اللحمه ازاي ونخلي طعمها حلو. اهم حاجه الصدمه اللي احنا عملناها دي بتخلي لها طعم تحفه. تعالوا بقى الحله اللي هنرص فيها ورق العنب، مقطعه فيها بصل وجزر، ورشيت عليه رشه ملح وفلفل. اللحمه هنا كده معانا بقت تمام. هنطلع اللحمه معانا في طبق، وتعالوا نشوف بقى الشوربه اللي هنسقي بيها المحشي بتاعنا. معايا هنا ميه بتغلي، هضيف عليها. طبعا عملت معاكم قبل كده كتير المحشي، بشيل معلقتين من تسبيكة المحشي عشان احطهم على الشوربة اللي بسقي بيها المحشي. هضيف ملح وفلفل اسود، مكعب مرقة، وهنضيف كمان معانا هنا، شفتوا الشوربة اللي طلعناها من اللحمة، حبة الصوص دول اللي طلعوا من اللحمة المرقة دول تحفة. هنضيفهم معانا وهنسيبهم يغلوا مع بعض كويس قوي. اهم حاجة تكون الشوربة دي بتغلي كويس قوي واحنا بنسقي المحشي بتاعنا. هنسيبها تغلي. تعالوا بقى نبص ورق العنب ونشوف هنحط اللحمة ازاي. معايا هنا هنضيف اللحمة، جزء من اللحمة، وبعد كده هبص ورق عنب، بعد كده احط لحمة تاني. انا عايزة اللحمة تبقى طبقات في وسط ورق العنب وياخدوا من طعم بعض، بتفرق جدا ويبقى الطعم تحفة. انا كده رصيت معايا الحلة. هضيف بقى كوسة محشية فوق الوش، بتبقى طعمها تحفة وتجنن. هنضيف معلقة دبس رمان، وبعد كده هنسقي المحشي بالمرقة اللي احنا عاملينها تحفة. اهم حاجة يتغطى بس، ما نزودش المية بس تغطي وش ورق العنب. واهم حاجة نهز الحلة كويس عشان المية تنزل لتحت وتبقى المية مظبوطة. مش عايزين شوربة كتير وما نسقهوش كتير، هو بس مجرد ان هو اتغطى بس زي ما احنا شايفين. لما بدأ يغلي هديت عليه النار وسيبته يستوي تماما. انما هدينا عليه النار وسايبينه يستوي براحته خالص. شايفين بسم الله ما شاء الله، مفكش مننا ومستوي مظبوط وجميل جدا. تعالوا بقى بعد ما استوى وطفينا عليه هنسيبه 10 دقايق يهدى مع الحلة، وبعد كده هنقدمه زي ما احنا شايفين. قلبناه على طول في الطبق. اللحمة مستوية ودايبة وهو طعمه تحفة وجميل، والكوسة ليها طعم مختلف مع ورق العنب. جربوها وقولوا رأيكم. لو اول مرة تشوفونا متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم فيديو جديد ووصفة جديدة من مطبخ ست الكل.